جديد الدراما. طبعا جديد الدراما أسبوعيا ينورنا ضيف من ضيوف الدراما ومن المشهد الدرامي للموسم الدرامي 2023، وإحنا قاعدين نتابعوا في الأعمال الدرامية الخاصة بهذا الموسم. وضيفي اليوم الحقيقة تميز مسرحيا وتلفزيونيا، مش فقط رمضان 2023، تميزه كان بين سيت كوم كابتن ماجد وكذلك مسرحية أليس. ضيفي يكتب محبة كبيرة برشا عند الجمهور التونسي، تعرف بموهبته الفنية وأسلوبه الأداء الفريد اللي يجمع فيه بين الكوميديا والتراجيديا. هو اللي تميز في زوز أعمال مسرحية ونرجعوا لهم بعد أكيد بالحديث، لأنه هو مسرحي بالأساس وأعماله مسرحية كبيرة ومتنوعة وتجربته مهمة جدا في مجال المسرح. هو مخرج وممثل وكذلك منتج. ظهوره كما قلت طغى عليه التميز الحقيقة من خلال دور الدكتور في عمل تلفزيوني نتابعه فيه خلال الشهر الكريم كابتن ماجد بالطبيعة، وعمل آخر مسرحي بالطبيعة أليس اللي كنت حدثتكم عليه شوية. سعيدة جدا أنه ينضم لنا عبر الهاتف الممثل طبعا التلفزيوني والمسرحي والسينمائي والأستاذ المسرحي والمخرج، تبارك الله برشا معناها عناوين النجم معناها يتحصل عليها ضيفي الأستاذ المسرحي شكيب غانمي معنا مباشرة على خط المنوع. مساء الخير شكيب، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، رمضانك مبروك ألف مبروك النجاح، لأنه الحقيقة اسمك في كل مكان وين ما تدخل معناها في الانترنت لأي مكان إلا ما توجد شكيب الغانمي والدكتور شكيب الغانمي والحضور المتميز. هذا مش أنا فقط نقوله، الناس كلها اللي تابعت العمل معناها تشهد به، وهذا مش جديد عليك. مرحبا بيك مرة أخرى شكيب. يا سيدي مرحبا بيك، ربي فضلك والله حشمت على روحي. لا يعطيك ألف صحة على التقديم الكبير هذا. بالحق حقيقة هي حقيقة، ربي فضلك. وتحية لك أنت وتحية لكافة المستمعين، وإن شاء الله رمضانكم مبروك مرة أخرى أجمعين. والله جغينا دي بالحق قلت برشا حاجات محليها فرحتني على الآخر. صدقني هي حقيقة وأنت تستحقها، ويمكن تستحق أكثر من هكا، على خاطر احنا اليوم يعيشك في وقت راهو شحيح جدا، معناها باش تسمع كلام كيف من هكا، مش على خاطر الناس ما تقولش كلام هذا، على خاطر معناها رار وين معناها تتحصل على إنسان ينجم يجمع الصفات هذه الكلها. وها احنا نتابعه في الأعمال، وها نتابعه في المشهد الكل بصفة عامة، اختلط به الحابل والنابل، فاحنا ما نصدقوا ربي إلا ونشوفوا عمل ممتاز ولا ممثل متميز، ممثل متفرد. والحقيقة معناها نقولها وعلى مسؤوليتي حاجة عظيمة برشا، ونشكرك بالحق مرة أخرى ويعطيك الصحة، وإن شاء الله تواصل في نفس المستوى وأكثر شكيب. إن شاء الله ربي فضلك يعطيك الصحة على التقديم هذا. الحقيقة أنا ديما نقول راهو الفنان بصفة عامة راهو مسؤولية قبل ما يكون فنان. دونك احنا عندنا رسالة معناها نعيشوا بها. الفنان راهو في حياته، في تعاملاته، في أخلاقه، في دينيته مع العائلة، مع الشارع، في نظافته، معناها حاجة تنجم تكون كومبليمونتير. معناها آخر حاجة اللي هو يكون الركض، خاطر النجم كما راهو تويكا برشا ناس قاعدة تطلع في التلفزة ما نعرفوهمش، ما عندناش شكونهم هما، معناها غير كو طلعوا في انستغرام ولا في مكان ما. دونك انا مانيش ضد هذايا، ما نحبش نقول لي انا راني ضد هذايا. بقينا بالحق مسؤوليه كبيره، وهو الحمد لله نسمع. انا كي نسمع كلام كيما هكا نفرح، كي نقعد في الشارع ما تقبلني العباد اهلا بالدكتور كذا نفرح. كي يكلموني زملائي معناها انا رمضان السنه بالحق انا بالحق ما عندكش، ما نجمش نوصف لك فرحتي وقت اللي يكلموني معلمين نتاع ابتدائي نتاعي ولا قراوني. معناها نحس بالحق اللي انا ولو اللي هو دور بسيط، لكن وقت اللي ترى الامباكت بالضبط التاثير نتاعو عند العباد بصفه عامه، ولا اصحاب ولا احباب ولا ما يعرفوكش يجي يسلموا عليك ويقولوا لك قداش سامباتيك قداش هذا كله بالحق. معناها انا ما ينجم كان يزيد يشجعني باش نكون معناها ان شاء الله نظهر في التلفزه اذا كان استدعوني، خاطر انا بالحق معناها كنت ضد فكره اللي انا نطلع في التلفزه. معناها هذا ثاني عمل نخدم فيه، لكن ديما نكون نحب
نحب نكون في المسرح الحقيقي، نحب نكون في ردود الفعل، في العلاقه المباشره مع الجمهور، مش خوف من التلفزه. لكن التلفزه هذا راهو هذا شكيب، سامحني على المقاطعه، هذا احساس كل المسرحيين، لانه علاقه معناها الممثل على الركح مباشره مع المتلقي متعه اخرى ما يعرفهاش طبعا. اي واحد. هذاك علاش المسرحي ديما يحبذ انه يكون على الخشبه، يكون في علاقه تواصل مباشره مع المتلقي ومع المشاهد، مش كيما في التلفزه. لكن الكاميرا زاد عندها هيبتها وعندها اكيد وقارها، وانت مش جديد عليك، لانك اول حاجه مكش اول مره في رمضان السنه عم ناول زاده كان عندك حضور في رمضان، وكذلك كان عندك حضور سينمائي، معناها انت تبارك الله موجود، معناها توجد في السينما كما توجد في التلفزيون، وابدعت كذلك طبعا في المسرح وبصفتك مسرحي وانت استاذ مسرح طبعا. انت سنه نجم رمضان معناها بلا منازع بالحق، لانه الاعمال الساعه خلينا نحكيو بصراحه، معناها الاعمال تتعدى على صوابع السنه، وما نعرفوش علاش الحقيقه هالشحه سنه في الانتاج، بعد ما معناها فرحنا شويه السنوات الفارطه كان فما انتاج وتحركت العجله ودارت والحمد لله، وكان فما زاد اعمال مهمه برشا وفرحنا بها وكنا فخورين بها برشا. السنه الاعمال شحيحه والمستويات الحقيقه معناها متفاوته. علاش انا معناها ناكد انك نجم رمضان؟ لانه صعب جدا راهو اليوم انك تقدم عمل كوميدي، صعب جدا راهو إضحاك اليوم المشاهد ولا متفرج، راهو ماهيش حاجة سهلة، يمكن تبكيه أسهل من أنك تضحكه. أنت نجحت فيها العملية هذه. والله شوف، هو خليني نقول لك اللي راهو، ونقول للسادة المستمعين اللي راهو التمثيل راهو صنعة، كيف بالضبط، يعطيك الصحة، كيف النجار، كيف الطبيب، كيف المهندس. أي. دونك بحكم تجربتي المحدودة، بحكم قرايتي، بحكم تجاربي، دونك خلتني نجم نوصل للتوليفة تكون ضحك لكن مش مبتذلة في نفس الوقت. طبعا على خاطر تويكا بالحق قداش مستحقين احنا للضحكة، ومنطقة التونسي ما عادش يضحكوا اللي يجي. دونك معناها انا نرفض رفضا باتا بار اكزومبل نضحك بلهجه من الريف مثلا، نفرض مثلا باش نضحك بكلام. دونك انا نحب تكون فما وضعيه ساعات انا وترفض زاده، ترفض باش تضحك بطريقه معناها الحقيقه فيها قله تحية، لانه هذا اليوم اللي نشوفوا فيه للأسف. أنا بالضبط مع هذا. أيوة. أنا والله العظيم فما علاش برشا يقولوا لي شبيك وعلاش ما تطلعش وعلاش يشوفوني مثلا يعرفوني من في المسرح شنو نعمل، ساعات نعمل مسرحية والله العظيم يجيوني العباد يسلموا عليا يعطيك الصحة أبدعت وكذا، بعد اللي ما يعرفوا اللي أنا شكيت، بعد لما يقربوا نتكلم أنا قلت يا امبوسيبل، المهم ما يعقلكش، خاطر أنا من العباد الجديين في الخدمة متاعي، نحاول نبحث في كل شخصية، نحاول ما نكررش نفسي بالضبط، وهذا هو المطلوب. هذا يخليني بالحق نقدم في عين الناس، ونقدم حتى في روحي أنا، ونفرح برشا خاطر أنا المراية متاعي وقت اللي راه هما ردود الفعل متاع الناس. بالضبط، يعطيك صح. لكن هالكوميديا هذه خليني نقول نصح نقول راهو من أصعب ما فما في الوضعية اللي احنا فيها طويلة، والأصعب انك انت تضحك بوضعية بسكيت، معناها كي تسكت تضحك، كي تعمل جريماس صغير يضحك. صحيح. دونك هذا ما تنجم توصل له الا ما يكون فما تحضير كامل. هذا ما ينجم، وكان صاحب الصنعه اللي كنت تحكي عليها انت بالضبط. وذاك علاش احنا نحكيو على الانسان، كل واحد لازم يكون في المكان نتاعو. وحاجه اخرى زاده مهمه جدا شكيب، انا نراها حسب رايي انا، وبحكم معناها قربي من برشا ممثلين اصدقاء وعلاقاتي معاهم، ان نشوف المسرحيين ونقولها وعلى مسؤوليتي، العمل لما يكونوا فيه معناها مسرحيين راهو ديما نقولها راهو غمض عينيك، معناها راهو النجاح مضمون. مسرحي معناها ما احناش نلعبوا مع العمل، اما انك انت تحط عمل ساعات راه يكون سيناريو جيد جدا، خدمه كبيره برشا واخراج ولكن الناس اللي موجوده وتمثل لا علاقه لها بالتمثيل، فالعمل ما ينجحش وما يوصلش وما ينجمش. واليوم راه التونسي يفهم معناها ومعناها ويحس العمل. انت شفت معناها حتى ناخذ مثال بسيط شويه، مثلا حرقه في جزء الأول والثاني،
معناها مكثر الممثلين هما من المسرح معناها. وانا لسعد الوسلاتي نحييه على هذا الذكاء الكبير على خاطر انك تمشي للمسرح وتختار مسرحيين باش يقدموا غمض عينك عملك ناجح معناها من غير ما تكسر راسك فيه الموضوع. اما انك انت تكتب سيناريو ما شاء الله هو ديكور وفلوس ومصروف وبعد تجيب من ناس ما عندهاش حتى علاقه بالتمثيل وتقول هذا عمل وعليش ما يلزموا ينجح ويلزمكم تحبوه. لا راهو احنا نطرحوا في قضيه واحنا نناقشوا في عمل. ليه المشاهد يفهم اليوم راهو سامحني معناها ما نعديوهاش على بعضنا بالحق. والله شوف انا نحييك برشا على الكلام اللي قاعد تقول فيه خاطر صحيح بنسبة خليني نقول أكثر من 90% على خاطر أنا زاد نحب نقول أمامته خاطر راني معناها مانيش رافض إنه يشاركوا عباد آخرين مغرومين بالتمثيل ولا عيطوا لهم على خاطر ما نعرفش أنا المورفولوجي نتاع البدن ولا على خاطر الزين ولا ما نعرفش أنا ولا خاطر عندهم نومبر دو في متفقين فيه هذا الكل. أنا مانيش ضده لكن احنا عندنا تصريح على الشرف باش ما نمتهنوا كان المهنه هذه بالضبط. راهو احنا ممثلين احنا كسوسوا اكاديميين ولا عصاميين راهو احنا هذه خدمتنا هذه صنعتنا بالضبط. معناها كي تعطيني نص راني انا ما نمثلوش راني انا نكونوا نعيش وهو هذاك. اي وقتها ماكش تمثل انت وقتها عايش الحقيقه لانه انت انت هكاك وقتها طبيعيه حاجه طبيعيه. علاش تلقى مثلا انا ما نعرفش انا تاع حسام الساحلي باغ اكزومبل نوجه له تحيه معناها وقت اللي يبكي راهو ماهوش هو مش حسام اللي يبكي راهو بوه يبكي على بنته معناها راهو وقت اللي انا باغ اكزومبل نسكت وقت اللي انا نعدي وانا عندي نص سيناريو نجم نقوله راهي خاطرني طبيب مش كله كلام هو مش نبدا نلوح النص نتاعي فما دي مومون سيلونس خاطر السيلونس هو بيدو كلام بالطبيعه كما في الموسيقى مثلا ومعبر اكثر احيانا نوتة ما فماش موسيقى من غير سيلونس. اهم حاجه في الموسيقى هي الصمت. طبعا في المسرح نفس الشيء في السينما نفس الشيء في التلفزة نفس الشيء معناها هذايا يخلي بصفة طبيعية اللي هو العمل يكون في مستوى راقي جدا لأنه فيه مسرحيين. هذا ما نجمش لا أنا نخبيه لا العباد تخبيه راهو حتى اللي ما عندوش دراية بالمسرح صحيح تلقاه متأثر تأثر كبير سواء في الضحك وإلا سواء في البكاء وإلا في أي وضعية احنا حبيناه يكون فيها. صحيح خاطر كل شيء مدروس بالطبيعة. وقت اللي يكونوا فما مسرحيين راهو العمل باش يكون ناجح وهو كذلك. مشكلة كبيرة هنا ما نعرفش من شكون من المخرجين من المنتجين ما نعرفش فما مشكله كلكو بار. ديما نقول نفس المقترح نتاعي انا نقول نتمنى لو كان جينا كيف مصر ولا كيف تونس في وزاره الثقافه بس في تعاملها مع المسرحيين مثلا المسرحيات نتاعنا 2 نتاع الممثلين يلزم يكون محترفين. اي بالضبط يعطيك الصحه. انا نقول التلفزه والا حط ثلثين يا خويا حط ثلثين اساتذه نتاع مسرح والا محترفين والا مسرحيين حط ثلثين وحط فلوس يا خويا. ليه وزيد شكيب معناها نحن ما عندناش ياك الانتاج الكبير برشا اذا كان مش نقارنوا نحن رواحنا بمصر ولا حتى بسوريا ما نجموش نقارنوا رواح معناها احنا قال الراجل يدوب معناها من العام للعام نستناو. هو عندهم صناعه راهو عندهم بالطبيعه صناعه طبعا شركات تنتج طبعا ومتبنيه ونحن هذا كله ما نناقشوش ونعرفوا اليوم وضعيتنا وين. لكن طبعا ولكن على الاقل يا خويا انا شنو ذنبي كمشاهد نحب نشوف عمل تونسي ونستنى فيه من رمضان لرمضان. انا نبدا عامله جو على مسلسل تونسي. علاش يا خويا تحط لي في حاجات هكايا ما عندهاش علاقه لا بينا لا بمجتمعنا لا بحياتنا لا حتى شيء معناها حاجات دخيله مسقط علينا. اعطيني ممثلين معناها بالفم والملاء. خليني نشوف عمل. علاش نبقاو ديما عمرنا الكل نشوفوا سنه نفرحوا بها انتاج محلاه وانتاج نفخروا به و وبعد نرجعوا عامين 3 نرجعوا للنقطة 0 وديما نحن في حالة التأرجح هذا بين الجيد وبين الدون. هي يعني نرجع ونقول كلامي من أول ومن جديد معناها أنا تكلمت من الأول قلت راهي مسؤولية الفنان أون جينيرال راهي مسؤولية مش الممثل بركة راهي الفنان أون جينيرال مسؤولية راك أنت قاعد تدخل لديار الناس بدون استئذان طبعا قاعد تمرر لهم في رسائل قاعد صحيح مفاهمين فيه الواقع ودرشني. أنا نحب نحكي باللغة البسيطة اللي يفهموني المستمعين ما نحبش نحكي بمصطلحات مسرحيه ولا اكاديميه تقعد الناس تقول لك اي سايب علينا ما نفهموا. دونك انا نقول
راهو صحيح، راهو عندنا مشاكل، عندنا نقل للواقع، عندنا برشا مشاكل، مش مشاكل، عندنا برشا. لكن الطرح يعطيك الصحة، الطرح بالضبط، الطرح يختلف، التناول يختلف، وهو التصوير اللي نقدمها تختلف. راهو انا نتفكر قبل البورقيبه وقت اللي منع المزود في الاذاعات، معناها ابسط الناس تلقاها تسمع لي زوركستر سيمفونيك، يعرفوا يراس رامازوتي، يعرفوا بافاروتي، يعرفوا سيلين ديون. معناها يقول لك الغناء هذه نعرفها راهي في باريس. معناها نتلقاهم مثقفين موسيقى طبيعتهم تختلف على تو، نظافتهم تختلف على تو. شوف تويك الفوضى اللي في وسط العاصمه بالحق منين زعما من العدم جايه، وكل شيء اذواق طبعا. هي كان حتى سامحني كان حتى حديث في سويسرا عملوا تجربه، عملوا القباضه اللي المواطنين يدفعوا في الاداءات اكثر بلاصه يكرهوها المواطنين، والشونجيل والخطايا والخطايا والدنيا الكل باش يدفع فيها فلوس، دونك اكثر بلاصه يكرهها هي القباضه. عملوا اللي هو تجربه، دهنوا القباضه بالروز، كل شيء بالروز. شحببوهم البيسيات بالروز، القباضه بالروز، اللي يخدموا بالروز، اي حاجه تلقى اللي يدخل يغزل الروز يضحك ديريكتومون، يبقى راح يخلص الختيه وهو يضحك. شوف الامباكت نتاع الكولور، فما بالك انت امباكت نتاع نص ونتاع ممثل ونتاع الوان ونتاع ديكور ونتاع عالم كامل دخلوا له انت للدار، راهو نجموا ناثروا ايجابا. ومش نقولوا الحياه ورديه زاده ونقولوا كذا. فما هاني قلت لك هو فما دوزاج، فما توليفه، راهو فما توليفه نتاع مجموعه من البهارات الفنيه اللي تخلي ما نخلي هالعمل الفني هذايا فيه امباكت، فيه تاثير ايجابي بالضبط للعباد. وانا ننقد في الواقع، وانا نحكي على المشاكل نتاعنا، لكن ديما نخلي اسبوار، ديما نتكلم، نخلي زاد نخلي الناس تتفرج. تو احنا في معناها في وضعيه خايبه شويه، حتى حد من ينكر هذا. طبعا دونك نحاول اللي انا نبعد شويه على الابتدائي، يا اخي ما يعرفوش زعما اليوم مبتذلش هذاك زعما هما اذا كان ما يعرفوش خليهم يمشيوا يشوفوا حاجه اخرى. للاسف يعرفوا ما يعرفوا. انا ما نحبش نعمل عداوات مع الزملاء، ربي يعين الناس الكل. لكن راهي مسؤوليه طبعا. مسؤوليه طبعا ما فيه شك. اداء طريف جدا ومهم جدا، شخصيه ذامره محلاها، سلسله كابتن ماجد، اخراج محمد علي ميهوب، سيناريو يونس فرحي، مجموعه كبيرة، كوكبة من الأسماء الكبيرة في عالم الدراما في تونس. كيفاش وجدت نفسك في هالمجموعة هذه؟ والدور هو نفسه فرض روحه على الناس الكل، معناها يعتبر إضافة قيمة للعمل هذا الدرامي. فما برشا دمار في الشخصية، فما روح خفيفة، ثم بسمة شكيب متفردة برشا، بسمة الدكتور في هذا العمل. كيفاش تعاملت مع الشخصية هذه؟ والله شوف الشخصية هذه ساعة نشكر اللي كان سبب باش أنا كنت موجود، خاطر كنت في الكاستينج، معناها مشيت كيف الناس الكل عملت كاستينج، كان عندي دور آخر معناها رئيسي، ما شاءت الأقدار ما نعرفش شنو اللي صار باش تتنحى الدور. بعد اقترحوا علي الدور نتاع طبيب نتاع حلقة واحدة هكا هاو. بجد كانت باش تكون حلقة واحدة؟ اي حلقة واحدة هكا هاو. دونك مشيت الحلقه الاولانيه اللي هي كانت فيها معناها سيكونس ما بيناتي انا وسي كمال تويتي، نجاب التحيه. دونك سي كمال تويتي من الناس اللي تحب ترتجل، ديما نقول راهو النص نتاع السيناريو نتاع يونس الفرحي هو الكل، ولكن ساعات معناها تبدا فما انرجي طاقه محلاها وروح متعديه، ينجم يخرج على النص، يكون فنان جينيرو كيما سي كمال تويتي، انسان معطاء على الاخر. دونك بدينا هكا نخدموا، كل مره تصير امبروفيزاسيون هكا، يرتجل هو نرتجل انا. يا اخي مشيت سبونتانية، مشيت تلقائية. دونك كان ضحك هستيري في وسط التورناج، رغم اللي ما نعمل في حاجات بسيطة، ماناش في المبالغة، ماناش في هكا لا، معناها حاجة في الطريزة خفيف. حاجة عرفتك طريزة حرير هكا، خارقة العادة، لايف معينة. دونك كانت فما ردود فعل ياسر محليها، فعملوا ريونيون بعد الحلقة الأولى. وقالوا معناها نتصوروا الشخصيه هذه لازم تعاود ترجع. زدنا منه هذايا. فهمني. دونك هو زاد ما نكذبوش اللي هو راهو رمضان، والوضعيات التصوير، ورمضان دخل وقتها معناها في الايامات قريب يدخل رمضان، ومضغوطين وخاطر يخدموا ويمنجوا في نفس النهار، كان زاد ثم ضغط نتاع وقت.
دونك زادوني حلقه اللي قابلت فيها انا وصديقتي ومام المهدي، نوجه لها تحيه كبيره، الناس اللي خدمت في السيت كوم هذا. دونك كيف مشيت بالباهي الحلقه. دونك كان زاد فما ردود ايجابيه. هي شنو الحل تو كيفاش اللي رمضان دخل وكذا. دونك زادوني حلقه ثالثه اللي هي اخر حلقه في السيت كوم، فيها فتح افاق ان شاء الله. اذا كان صار الجزء الثاني باش يرجع فيها فتح افاق ان شاء الله. إذا كان صار الجزء الثاني باش يرجع فيه التدريب إن شاء الله رول برينسيبال. كان عندي إحساس أنا باش يكون فما جزء ثاني معناها إن شاء الله. والله هو راهو توريد كل شيء نسبي، راهو كل شيء احنا هو فما منه إن شاء الله. مربوط بالمستشارين، مربوط بالسونداج ولكن زاد سامحني شكيب يظهر لي مربوط زاد بالسيناريو، على خاطر اليوم كيف تكتب أنت سيناريو السلسلة معناها انت تعرف وين باش تقف بالضبط، وراهو عندك جزء ثاني، والا باش توقفها فم باش توفى وما عادش فما جزء ثاني هكا ولا لا. باركونتر معناها فما اعمال اخرى، سامحني حتى كان نحكيو على اعمال حتى كانها مش تونسيه خارج تونس، يتبث المسلسل وبعد يشوفوا ردود الفعل هل نزيد وهل ما نزيدوش. وعلاش فما برشا اعمال الحقيقه احنا كمشاهدين نشوفوا ما فماش داعي الجزء الثاني وجزء ثاني. احيانا نجاح الجزء الاول يبنيوا عليه جزء ثاني وثالث وموسم ورابع وخامس وسادس حتى يمسط حاشيكم المسلسل وما عادش فيه ما يتشاف. انا ضدها الحكايه هذه، خاطر انت تعرف من الاول هل انه السلسله هذه باش تكون في اجزاء ام انه توفى غادي معناه والعام الجاي نشوفوا حاجه جديده. هو خليني نقول لك فما نقطة إيجابية ونقطة سلبية في هذه. النقطة الإيجابية اللي وقت اللي يكون زاد السيناريست هو بيدو ممثل معك راهو حاجة باهية، لأنه فما ريتم. خاطر زاد أنت المشكلة اللي تخلي الكلام نتاعك معقول على الآخر، لكن اللي تخليه ممكن وإلا مش ممكن هو الممثلين. أيوة الممثلين. دونك تنجم أنت تعول على ممثل، لكن نهار التورناج يطلع لك حاجة أخرى تماما. معناها في الريتم في كل شيء يخلي النسق متاع العمل للأسف يمشي التالي مش القدام. دونك على هذاك ديما فما تحوير. إذا كان باش يصير مثلا أجزاء أخرين يصير تحوير، العناصر الضعيفة تتنحى، يا يسافر يا ما نعرفش عليه يعمل لطف عليه اكسيدون، نحكي على الشخصيه. اي طبعا. يا يروح لدارهم يعمل مشروع، يا غادي يبقى فما لكن القلم هو اللي يهز. فهمت. دونك يونس الفرحي من الحاجات الباهيه اللي هو موجود في التورناج. دونك انا لو كان جاء مثلا السيناريست اللي كاتب ماهوش موجود معنا كنت في الحلقه الاولى نمشي على روحي انا. خاطر ما فماش مش باش يعاود يجيك يعاود يكتب لك فهمت ولا لا؟ دونك فما هذه يعني قلت لك النقطه ايجابيه نقطه سلبيه. تنجم انت تعول. انا فور اكزامبل من حاجات اللي ما نعرفش اسكو نجم نقولها ولا لا اللي خلاتني ما نكونش في معناها في السيت كوم هذا البرانسيبال. الخوف يقول لك زعما ما يطلعش في الدنيا هو هكا ومن بعد يطلعش مثلا في السيت كوم حاجه اخرى. دونك فما هكا ليزيتاسيون هكا التردد هذاك اللي ما ينجم يعرفوا الا ما في نهار التورناج. خاطر نحب نقول راهو اللي تراوه مثلا تصور في دقيقه تتعدى في دقيقه راهو نهار كامل تورناج. بالطبيعه خاطر دو كاميرا يصوروك لازمك تعاود نفس اللي قلته بنفس تقسيم الكلام. اذا كان شديد دبوزه ما باليمين وانت تقول عسلامه، وقت اللي باش تعاود السيكونس الكل لازمك تشد الدبوزه اليمين وتقول عسلامه. فما بالك انت معناها فما 30 فما 40 معناها حاجه لازمك تتذكرها وقت اللي تخدمها وتعودها. اي لازم تعود فيها زاد كوبي عاود ها غلط. دونك هذه خدمه ممثل زاد لازم يتذكر اللي يعملوا الكل ويحاول يقدوا في اقل مرات. دونك هذا زاد فيه صنعه. فهذا الحق تبنيه زاد ولله الحمد. اللي جات مثلا معايا ريم الزريبي اختي الغاليه اللي ما عندكش فكره قداش نحبها وقداش بالحق شوف فما فنانين راهو فنانين بالطبيعه بالحق فنانين في الدنيا. انا فور اكزامبل ريم الزريبي اجا لهنا تيجا بالسيف اقعد اعمل هات لهنا هات نقولوا مع بعضنا هات نحضروا وقت انت وانا نتكلم انت تعمل هكا انا نقول لك من هنا فريمون اخت ريت نحي تورناج اخت وقت اللي نخدم انا وياها هي مرت الكابيتان مرت الكابيتان. اما فما لا اراديا في الانكونسيونس نتاعي فما راحه نفسيه تعدي فيها الممثل اللي هي موجوده عند المواطنين. يقول لك الحاسه السادس الشخص هذاك ارتحت اكل الكيمياء اللي تقول تتحدى بين الممثلين هذاك هو الحاسه السادس. انت عابد اللي حكيت مع الحكايه معاك
تقول لا محليها روحه محليها. تبدا من الشارع هذاك تقول له ذاكر اني ما تحسه شرير. صحيح. دونك هذا موجود منه زاد وسيرتو بوفره موجود بكثره في الاعمال الفنيه. صحيح. دونك وقت اللي تطلع سرسان تلقى ممثل يعطيك طاقه رهيبه. ما تنجم كان تكون رهيبه معناها تنجم تقدم بيك القدام تهزك في ثنايا تخلي اللي متفرج يتماهى معاك. كلمة يتماهى كبيرة ياسر. كلمة يتماهى طبعا متاع يذوب معاك معناها انت شنية تعمل هو معاك ومصدقك. تعمل معاه مسرحية 6 سوايع يبقى معاك 6 سوايع. اي مش تبدا 4 ساعة وتقول وقتاش تكمل. هذه الكل في الكيمياء اللي قلتها انت. نأكد على كلامك اللي هو راه صحيح. هذا موجود لله الحمد مع أميمة المحرزي خدمت انا وياها في مسرحيه طيب ككح. كوثر الباردي كيف خدمت انا وياها. ريم الزريبي كيف خدمت انا وياها. دونك ماهيش جديد عليك. مش جديد عليك معناها ماهيش اول مره تتقابل معاهم باش تاخذ شويه وقت حتى لين تتعدى كما قلنا احنا كيمياء. اي واللي نحسه انا تحسه هي. فرضا انا كوثر الباردي اذا كان انا ما جيتش نعرفها وما تعرفني هي بدا نفس الشيء باش تقعد هكا طونداري هكا زعما نسيب الكل في الكل ما نسيبش الكل في الكل. نبدا ندوزي بشوي بشوي. بالضبط. الوقت ما يكفيش الوقت دونك تتعدى شويه شوي. دونك اللي يتفرج ما تعجبوش خاطر مربوطين بالوقت. كي تبدا انت انسان تعرفه ويعرفك وخدمين مع بعضكم والا حتى ما تعرفوش فما انرجي فما طاقه متعديه محلاها تلقى روحك انت صادق 100% واللي معك صادق 100%. دونك تتعدى الجمهور صادق 100%. الجمهور شنو يعمل هنا واللي يتفرج يحبك 100%. وهو كذلك كما اللي صاير توا بالضبط. يعطيك صحة شكي. أنا نقعد أهلا بالدكتور. وليت خايف ساعات يصير شك لا قدر الله اكسيدون في الشارع يقولوا لي يا دكتور يعيط للدكتور. عرفت تقول يا دكتور فريمون ويصوروا ويسلموا بيحكيوا قداش درسنية تقرا دي كومنتير في لي ريزو سوسيو. أي وقتاش يرجع الطبيب أكثر شخصية ضامرة. الناس الكل ضامرين. أنا متأكدة أنه إن شاء الله ربي يعطينا الصحة والخير الناس الكل. والموسم القادم إن شاء الله 2024 باش يكون معناها حضورك مهم جدا في السلسلة وباش يكون دور رئيسي أكيد. هي مسؤولية والله العظيم أكبر من كل شيء. طبعا هو راهو نجاحك السنة ومحبة الناس ليك راهو بقدر ما هي تفرح برشا بقدر ما هي تخوف برشا. رد بالك راهو لازمك تحافظ عليها المحبة هذية ولازمك تزيد تقويها أكثر. ورد بالك تستسهل حاجة ولا تطيح شوية على خاطر غادي ما باش يرحمك حتى حد راهو. أكيد بالعكس. أنا ريت وهو كما قلت أنت أصعب ب1000 مرة خاطر يحبوك الكل. إذا كان ما لقاوش اللي يحبوه راهو باش يوليو يكرهوك الكل. بالضبط. لطف عليك. انت عملت حاجه تتعدى وكا كيف تعمل له حاجه تتعدى ما عادش يقبل لك. لا هو بالضبط هو شافك في المستوى هذاك ما عادش يقبل انك تطيح تحت المستوى هذاك. بالطبيعه حاجه طبيعيه كيما حتى فما برشا فنانين يغنيوا يعمل لك اغنيه تطلع سكسي الناس الكل العالم الكل يسمعها يقعد ب8 ب9 سنين ما ينجم يعمل حتى شيء. اي تبقى هذيك هي اللي تطغى على الكل. تطغى على الكل. يعرف روحه هو عنده غناية بالحق باش يكون في المستوى هذاك والا راه مش باش يعمل حتى شيء. بالضبط. وهذا حتى برشا ممثلين في تونس ومن الناس اللي قدموا السيت كوم اكثر في تونس برشا مساكن تحسروا في التركينه هذيك ما نجموش يخرجوا منها. قدموا برشا حاجات بعد لكن ديما بقاو هذاك بقى ديما الفاهم والاخر بقى ديما ما نعرفش شنو حاسيلو معناها ما غير ما نذكر اسماء ما نجمش مهما حاول. انا نفس الشيء ما نحبش نذكر اسماء. اذا كان تحب نحكيو اون جينيرال في المطلق راهو سامحني اما كلمه حق تتقال. هذاك الفرق ما بين ممثل وشويه واللي يحب يولي ممثل مع كامل احتراماتي للناس الكل بدون ذكر اسماء خاطر انت راهو فما احساس ما نعرفش اسكو نجم نوصل بالكلام ولا لا اما راهو فما احساس تبدا تخدم وانت تخدم راهو سواء على الرقح والا في التلفزه راك تحس بالريتم تاعه والا لا. راك تحس بالزمار تعدى والا ما تعداش. تحس ان انت يلزمك تعمل حاجه والا يلزمك تسمع. خاطر ساعات مثلا نبدا نخدم انا وسي كمال يبدا هو يقول في كلام بالعكس ما عندكش فكره قداش السكيت نتاعي انا حتى في الموفمون حتى في الحركه خاطر اذا كان هو يتحرك وانا نتحرك باش نفركحوا. اي صحيح. لكن وقت اللي هو يتحرك وانا نركح هو فما ايماج مزيانه وفما بالانس. فما واحد قاعد يتكلم ويتحرك على خاطره متغشش. فما وضعيه كامله. وقت اللي انا باش ناخذ رده الفعل تلقاه هو اوتوماتيكمون ركح
باش خلاني انا نتحرك ونتكلم. بالضبط. فما لغه جسد، فما لغه راهو، فما لا منطوق اقوى من منطوق. وهو كذلك. علاش انا ديما نتحدث على المسرح والمسرحيين هذا ما نجم ياكدوا معناها ويعملوا ويقدموا الا المسرحي بالطبيعه، ما نحكيش على الناس الاخرين. ان شاء الله ربي يوفقك شكيب بالطبيعه. انا باش نختم معاك لانه ما عندكش برشا. 29 مارس في اطار ليالي رمضان المدينه قدمت عرض زاد مهم جدا مع حسام أليس اللي هو من الاعمال اللي حققت اي معناها بالضبط. اي اكيد معناها من الاعمال زاد اللي الحقيقه حضور كان مهم جماهيريا والعمل معناها القى معناها نجاح كبير. وكذلك فما زوز اعمال اخرين وانت تظلي شهر رمضان باش تعديها كابن بطوطه معناها جولات في الممكن تجي تطوي نعلمنا باش نفرحوا بيك ان شاء الله. والله بما يخص أليس ديما نحب نوضح اللي انا راهو معناها نعوض في ممثل اسمه هيثم ونعم التعويض ونعم وقد غادي غش علينا هيثم. هيثم كان في دور الارنب اللي هو رول برانسيبال في المسرحيه نتاع أليس في بلاد العجائب، خاطر هو اللي يهز في أليس في الرحله الكل في المشاهد الكل. دونك هيثم انتقل لقري في بلد شقيق عربي البرة. دونك ولكن تمت البرمجه نتاع العرض هذايا، فاتصلوا بيا في اخر ايام. معناها انا تقريبا الدور هذاك تحضر في 3-4 ايام ما شاء الله. دونك 3-4 ايام خذيت عطاوني النص، عطاوني المسرحيه. قد جمعت من بروفا برفت مرة والله هاني قلت لك برفت 3 مرات. 3 مرات معناها 3 مرات بأول كونتاكت مع الممثلين. أنا زاد الحق نحترم ياسر خدمة كل ممثل طبعا. دونك احترامي ليه زاد يكمن اللي ما نجمش، واحتراما من زاد النفسي ما نجمش نعاود شخص. ما تجيبليش تقول لي هذايا شخص إكس باش تعاود لي إكس. بالطبع. أنا ما نجمش. ليه خويا كل واحد وبسمته طبعا، كل واحد وبسمته. دونك رغم اللي الوقت كان وجيز لكن عاودت عملت ريكريتور بعد إذن حسام بيان سور وأسامة نكتب في الشخصية متاعي. ناخذ الوضعية نعاود نكتب كل شيء بالكلمة. حينتها معناه طبعا شكيب، خاطر شكيب يختلف على هيثم، يختلف على وليد، يختلف على اي شخص. اكيد. حتى الضمار ما ينجم يقول لك انا راه عاود لي ما عاود لي شخصيتي انا. فهمت؟ ينجم يراها هو حاجه خايبه وهي بالطبيعه حاجه خايبه اللي انا قبل معناها. فهمت؟ دونك انا عاودت كتبت كل شيء وعاودت بعثت لهم معناها الناس الكل. كنت نصبح يوميا خاطر الوقت كان وجيه. نبعث للمنتج للمخرج اللي كتب الموسيقى، نبعث للممثلين اللي معايا كيما علي صديقي امل نوجه له تحيه كبيره. دونك صادق طرابلسي فتحي الكل بدون استثناء. دونك عملنا بروفا 2 وتك وانطلقنا. معناها انا صدقني نهار العرض معناها اول فيلاج بالنسبه لي انا عارض معناها فيلاج باش تعمل من الاول للاخر. بالنسبه لي انا كانت مخاطره كبيره ياسر منهم هما قبل علي انا. وكانت مسؤوليه مني انا ولله الحمد. معناها كنت في المستوى العرض تعدى ممتاز، تعدى منظم، الجمهور شيخ، الناس كلها شيخت. تويكا باش ندخل في البرفورمانس خاطر هذاك عملنا خاطر تعرف فما مثلا معنا راقصين والا عازفين والا ممثلين اللي هما ما همش ممثلين. دونك معناها راقصين والا كذا عرض غنائي على خاطر ما عندوش النسيون تاع الارتجال. مثلا هو باش يتحرك في كلمه عسلامه تقول له يا شنو احوالك يقف بالضبط. فهمني؟ دونك لازم تقول له عسلامه. فانا نخدم ونرجع للمود روبير اللي هو رابط عليه بالضبط باش العمل اللي معناه ما يصيرش فيها اشكاليات. وهذاك اللي صار ولله الحمد عمل تعدى صون فوت من الاول للاخر. الحمد لله. نغني وانا مانيش حافظ الكلام. فما غنايه في الاخر تفاجأت بها نعمل في لبسين قالوا لي تبارك الله الغنايه صوتك محلاه وانا ما نباحرك خرجت صوتي. فهمتني؟ دونك العمل تعدى محلاه على الاخر. العباد شيخ تويك باش ندخلوا في البرفورمانس. احنا فهمنا المسرحيه عندنا الوقت تويك ان شاء الله نعملوا جميعه ولا 10 ايام معناها قبل العرض ويكون بالحق وقتها عمل خير برشا من اللي ان شاء الله. هو الحاجه هي الحاجه الباهيه في العروض المسرحيه انك من عرض العرض تبدل وتغير وتزيد وتنقص وتشوف روحك معناها مش كما في عمل تلفزيوني ولا سينمائي. معناها العروض تختلف. طبعا اختي الغاليه هذه كذلك. انا وجلال الدين السعد نوجه تحيه كبيره. قبل كنا نعرضوا في ماما مية ومسرحيه كانت ناجحه برشا. نعرضوا نلقاو مثلا نساء ياكلوا في القلوب نخدموا معاهم.
فهمني. المسرح متجدد يا صديقي، المسرح متجدد بطبيعه، متجدد روح مع كل عرض حي معناها. وهو كذلك يتكلم واحد من اخر الصاله نربط معاه ونرجع للمسرحيه نتاعي وفي وسط المسرحيه ونكلمه بالشخصيه مش بالشخص. وهذاك عنده رد معناها، عنده اعتبار وعنده روح كبيره ياسر عند المتفرج، خاطر وقت اللي تبني عليه، وقت اللي ترتجل معاه، ما ينجم يقول لك كان هذا خدمه خشينه ياسر، هذا ممثل محتاج. صحيح والضحك يكون هستيري معناها بالفعل، اللي باش معناها اللي باش يتكلم دونك غادي يقوتك حاجه ماكش متوقعها. كيفاش تنجم تتعامل معاه في وقت بالضبط. وجيز جدا، خاطر اللي فاتت الحكايه 3 ثواني دخلنا في الطموح بالضبط. صحيح الوقت صحيح. ميت، لا مات الوقت الجمهور طيب يخرج من والجمهور ما يرحمش، والجمهور ما يرحمش بالطبيعه، ما يرحمش. بيان سير طبعا. احنا والله العظيم مانيش على خاطر تونسي، اما والله على قد ما درت وسافرت وعرضت وتفرجت جمهورنا. انا اسمه ابن خلدون قال مدني بطبعه، انا نقول التونسي فنان بطبعه. صحيح. يعرف الريتم، صحيح. يعرف الموسيقى، يغني لك في الطبقه وهو ما عنده حتى علاقه بالموسيقى. صحيح. يتفرج وقت اللي يلزم يتفرج، يصفق وقت اللي يلزم يصفق. الحمد لله على الاقل عندنا جمهور هكا مشرف، على الاقل خرجنا بجمهور. الحمد لله. لا عندنا برشا حاجات باهيه، انا والله العظيم عندنا كالديامون في الحجر. احنا كنا بلاد مليانه بالديامون في الحجر. الحمد لله. بربي امنوا برواحكم الناس الكل، وحاولوا بالحق تلوجوا في داخلكم. رانا نحكي حتى العباد البسطاء اللي في ديارهم، اللي معناها يسرح بالغنم واللي المهم انه الانسان يامن بنفسه، ده اهم حاجه. انا كنت نتمنى نهار نقابل ممثل من الممثلين، خاطر انا من منطقه ريفيه، سجنين من معتمديه بنزرت. تحيه سجنين معتمديه سجنين ولايه بنزرت. كنت معناها ننشطوا بالسرقه، ننشطوا في المسرح، ننشطوا بالسرقه، خاطر وقتها ما فماش الاختلاط وبنات ولاد، مستحيل معناها فريمون تتسمى طفله روبيل متحديه دارهم والمجتمع باش تنجم تدخل لنادي المسرح. وكنا معناها نسافروا، انا سفره وراه عالم اخر كي نمشي لولايه بنزرت باش نشارك في الجهه. بالضبط. نقابل عباد تتكلم بالقاء، نقول شو بب شو ذا فما بالك ترسل الحضاره تمشي للجنوب من بعد بلدان معناها فريمون. انا كنت نتمنى تويك زملائي اللي نخدم معاهم ويخدموا معاي في شركتي وننتجلهم ونمثلوا مع بعضنا ونعيدوا على بعضنا، نحكيوا على بعضنا ونحكيوا مع بعضنا. دونك هذايا حلمه وليت واقع الحمد لله. نفكر خدمت مسرح البلدي، كتبت اسمي على الرقح وانا ريجيسور لم فكت بابز ونهز في ليزاكسسوار، كتبت اسمي في قدام المسرح، عرضت فيه 24 مره. الحمد لله الحمد لله. معناها انا نقول ميساج، نقول كان سامحني حتى طولت عليك، امنوا برواحكم. بالضبط، هذا هو المطلوب. على كل ما تمن بروحك، على كل ما تقدم بالطبيعه. والبلاد هذه راهي جيابه وصحيح فيها المشاكل الكل وفيها برشا، اما صدقني ما تنجم تكون كان جنه بارابور. انا تغربت وشفت غاديك كي تبدا جيعان ما يعطيكش، هو يراوك كيفاش هكا حمايه مدنيه تحركت على قطوسه. اما صدقني انسان ما يخزرولوش. احنا حتى واحد ما جيعان نعاونوا بعضنا وناس خير. الحمد لله الحمد لله. ونقفوا لبعضنا وان شاء الله تونس خير. ان شاء الله احنا ان شاء الله اكيد وان شاء الله تونس خير. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تونس خير وكل التوفيق ليك والنجاح. يعيشك يعطيك الصحه. نورتني شكيب اليوم ومنورنا ديما ان شاء الله في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما، وان شاء الله الاعمال القادمه في هذا المستوى أكثر إن شاء الله. يعيشك ربي فضلك، وإن شاء الله نشوفوك عن قريب في العروض اللي باش تكون موجودة في الولايات. طبعا نتحدث عن المتشردون وبلا إشارة اللي باش تعملوا بها جولة إن شاء الله في شهر رمضان. إذا خلطتوا للجنوب بربي التليفون خليونا نفرحوا بكم وتجيوا بحذانا للإذاعة إن شاء الله. عندنا زيارة للجنوب، عندنا تطاوين وعندنا توزة تنكلموكم ونجيوا بحذاكم يا خويا، خاطر احنا نفرحوا برشا كي تبدا عائلتنا موجودة في البلاد الكل. مرحبا، يعطيك الصحة، تنورنا ديما. شكرا ليك موفق شكيب الغانمي، يعطيك الصحة. نتقابلوا إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.